المكان يا سعد يا إكرام، ولا يحلى الحديث والكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. تعود أمين في أجازة الصيف إنه يزور صديقه علاء في بيته، وفي نفس اليوم اللي هيزوره فيه هيتدربوا على قطعة موسيقية علشان يقدموها بحفل المدرسة بمناسبة انتصارات 6 أكتوبر. دخل أمين بيت علاء، لقى عنده ضيف. سأل أمين علاء وقال له: مين الضيف ده؟ قال له: ده مازن ابن خالتي اللي عايش بالاسكندرية وهيقضي معايا بعض الوقت. رحب أمين بالضيف، ولكن الضيف كان بيتكلم بصوت عالي جدا. استغرب أمين من طريقة كلامه. وتاني يوم لقى أمين مازن واقف بالشباك، وطلب منه إنه يقول لعلاء إنه هيزورهم بعد شوية، لكن مازن ما ردش عليه وجرى بسرعة من قدام الشباك. رد علاء وقال لأمين إن مازن ما يقصدش إنه يسيء معاملته، لأنه بيعاني من صعوبات في السمع، علشان كده كان بيتكلم بصوت عالي. والنهاردة لما انت اتكلمت معاه وقت وقوفه بالشباك، راح علشان يحط السماعات علشان يعرف يتكلم كويس ويسمعك. ولما دخل أمين بيت علاء كان زعلان جدا لدرجة إنه ما سلمش على مازن. حزن مازن وجرى بسرعة على أوضته. سأل علاء أمين: انت ليه اتصرفت بالشكل ده مع مازن؟ حكى أمين اللي حصل وإنه زعلان منه. رد علاء وقال لأمين إن مازن ما يقصدش إنه يسيء المعاملة معاك، لأنه بيعاني من صعوبات في السمع، علشان كده كان بيتكلم بصوت عالي. والنهاردة لما انت اتكلمت معاه وقت وقوفه بالشباك، راح علشان يحط السماعات علشان يعرف يتكلم كويس ويسمعك. ولكن أمين ندم على تصرفه مع مازن بعد ما عرف الحقيقة. راح أمين بسرعة لمازن واعتذر له بشدة وقال له: أرجوك اقبل اعتذاري، أنا آسف على تصرفي معاك. ولما بدأ أمين وعلاء تدريبهم على القطعة الموسيقية، كان مازن مستمتع جدا بالعزف وخاد معاهم بعض الصور التذكارية. وفي الطريق لبيته كان أمين سعيد بالتعرف إلى مازن، وقال لنفسه: لقد اكتسبت صديقا جديدا اليوم، وأصبحت دائرة أصدقائي متنوعة.